بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا اهلا بيكم يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم الطبيب. الحقيقه حلقتنا النهارده هتكون مهمه لناس كتير جدا جدا، وانا متاكده انه ناس كتير من اللي بتشوفنا هتلاقي الكلام اللي احنا هنقوله مطابق ليها ومطابق لحالتها بالظبط. يمكن في ناس كتير جدا جدا بتخفي ابتسامتها او بتخاف تضحك او تبتسم علشان ما يبانش الحاله المزريه اللي فمها او اسنانها عليه، لانه في ناس كتير جدا بتبقى اسنانها في حاله سيئه جدا 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 بسبب التدخين وبسبب شرب الشاي والقهوه والشيشه والحاجات كتير اللي احنا بنشوفها دلوقتي. وفي ناس تانية اسنانها بتبقى فيها مشاكل كتير جدا بسبب الامراض المختلفه زي السكر وزي الضغط وزي اللهم احفظنا السرطانات وغيره وغيره وغيره. الحقيقه في ناس كتير بتفقد اسنانها لاسباب مختلفه واسباب كتيره واسباب متعدده، والناس دي بتبقى فاقده الامل تماما وما تعرفش هل في دلوقتي وسائل وطرق حديثة ممكن تعيد بناء الأسنان مرة تانية أو تعيد الشكل الطبيعي للسنة وهيبقى شكلها الشكل الطبيعي بالظبط ولا لا. الحقيقة هو في تساؤلات كتير جدا حول الموضوع ده، حول زراعة الأسنان وحول الناس اللي بتفقد أسنانها إزاي تستعيض عن الأسنان اللي فقدت دي بأسنان تانية مماثلة ومشابهة بالظبط. الناس اللي أسنانها فيها مشاكل وعايزه تتجمل وشكلها مش حلو، نفسها تبيض اسنانها، نفسها تجمل اسنانها. برضو هنعرف عن الموضوع ده وهنتكلم فيه كتير النهارده. مش عايزه اطول عليكم، الكلام كتير والاسئله كتير، ومجال الاسنان التساؤلات فيه ما بتخلص والكلام فيه ما بيخلص. علشان كده يسعدني ويشرفني انه يكون معايا ضيفي اللي بينورني دايما الاستاذ الدكتور هشام الشرقاوي، مدرس واستشاري علاج اللثه وزراعه الاسنان جامعه المنصوره ودراسات عليا للدكتوراه جامعه بوسطن امريكا، وعضو الجمعيه الامريكيه لامراض اللثه. اهلا بيك يا دكتور هشام، سعيده بلقائك. دايما حلقاتنا بتبقى قويه وبيبقى فيها كلام جديد. دكتور هشام، يمكن انا قلت انه في ناس كتير بتفقد اسنانها ايا كان السبب. الناس بقى اللي بتفقد اسنانها دي تعمل ايه؟ وهل في حاجه اسمها تركيب الاسنان ولا لا؟ عايزين نعرف اكتر عن الموضوع ده. والله هو حضرتك بالنسبة لأي إنسان بيفقد أسنانه ولها أسباب كتير طبعا. ممكن قد تكون الأسباب مرضية زي أمراض اللثة لما بتزداد وكده ممكن يفقد أسنانه. ممكن تكون لأسباب حوادث لا قدر الله، واحد فقد سنه أو ضرسه أو بعض مجموعة من الأسنان في حادث ما. وقد يكون السبب زي ما حضرتك أشرتي مرض سكر ما فيش تظبيط للسكر وكده بيؤدي برضو إلى خلخلة الأسنان وفقدان الأسنان. الحاجات دي كلها حضرتك برضو تسوس في الضرس أو في السن تفاقم وزاد ووصل للعصب وبدأ يعمل السن أو الضرس يعمل خراريج متكررة وما بقاش له حل، بقى أصبح جذر أو كده وأصبح ملوش حل إلا إنه هو يتخلع ونستعيض عنه بما يسمى الاستعاضة الصناعية، أو إن إحنا نركب سن جديد أو ضرس جديد مكانه. حضرتك بالنسبة لتركيبات الأسنان فيها أنواع كتيرة، يعني بدأت هيستوريكال في التاريخ من أيام القدماء الفراعنة لما كانوا بينحتوا، شفنا صور على الجدران وكده بينحتوا من سن الفيل على شكل ناب أبيض وضرس أبيض ويتركب وحاجات زي كده. والأسنان تركيبات الأسنان الذهب، الفراعنة من أوائل الناس اللي بدأوا في هذا المجال يعني. بالنسبة للتركيبات المتعارف عليها في نوعين من التركيبات. في تركيبات المتحركة، وقد تكون التركيبات دي جزئية أو تركيبات كلية زي الطقم الكامل بتاع جدي وجدتي. ماشي، وكان بيتعمل لغاية دلوقتي أطقم كاملة يعني. الطقم ده بقى يتعمل إمتى يعني؟ لمين؟ مين اللي يستخدم؟ إنسان فاقد أسنانه كلها ودروسه كمان؟ الدروس والأسنان وكلها بيبقى طقم كامل للأسنان فوق وتحت. وطبعا بيتوقف برضو على حالة عظم الفك وكده ثبات الطقم نفسه يعني. وبتصنع من مواد كتير، منها المادة الشهيرة بنقول عليها مادة اسمها أكريليك ريزن. المادة الأكريليك دي مواد بتصنع زي نوع من أنواع البلاستيك القوي اللي بيتحمل، وبترص فيها أسنان برضو من مادة الأكريليك، وقد تترص فيها أسنان من مادة البورسلين. ده بيتركب، بس لازم زي ما قلنا حضرتك حالة عظم الفك تبقى جيدة تكون كويسة. بمعنى لو ساعات المريض يهمل تركيب الأسنان لفترات،
يقعد مثلا 10 15 سنه من غير تركيب ومن غير اسنان، ويبدا يفكر بعد يقعد كده من غير سنان خالص؟ ويقعد يفكر بعد كده انه عايز يركب. في الفتره الطويله دي حضرتك لخلع الاسنان بتسبب تآكل في عظم الفك، لان دي تندرج تحت النظريه ان اي عضو يهمل بيحصل فيه ضمور، خمول ودمور. يعني الانسان لو ما بيحركش دراعه كده على طول ممكن يلاقي الحركه دي نفسها بتخلي العضلات والتون بتاع العضلات والعظم والحاجات دي كلها يحصل فيها ضمور. فلذلك احنا عايزين نتطرق برضو قبل ما نتكلم في موضوع التركيبات على ايه هي المشاكل اللي ممكن تنتج من عدم تركيب الاسنان. من حد سنانه فقدت سنانها سواء مثلا، او فقد فقد سنانه كلي او فقد وساب جزئي. الموضوع. يعني بمعنى لو انا شاب مثلا او شابه وخلعت ضرس لاي مثلاً. سبب من الاسباب ملوش يعني حل الا الخلع، يعني لازم يتركب. ليه بقى؟ لان الضرس اللي اتخلع ده ربنا سبحانه وتعالى خالق الاسنان دي كانها زي بنيان الحجاره واحد يعني، ماسكه سانده بعضيها. لما اجي اشيل ضرس من النص بيبقى الضرس اللي على اليمين وعلى الشمال ده بيبدا يحصل تغيرات. اولا هيحصل تغيرات في عظم الفك نفسه، انه هيضمر هيخس. ثانيا الضرس اللي هو قبل الضرس اللي اتخلع ده هيحصل له ما يسمى ميزيال شيفت، يعني يبدا يميل قدام شوية. والضرس اللي قدام هيبدا يميل لورا. يبقى انا خلقت فراغ بين الضرس الامامي والضرس اللي وراه. الفراغ ده وبرضه نفس الضرس ده، الفراغ ده بيحشر اكل وفضلات طعام وهكذا، يبدا يسوس الضرسين دول من الجنب. ماشي. الحركه دي نفسها قفلت لي الفراغ. يعني ساعات مريض بيجي يقول لي انا عايز اركب ضرس، بعد ما يكون الفراغ ده خلاص يعني ما يستوعبش حجم ضرس، يبقى الشكل الجمالي له مش هيبقى لطيف. يعني عشان اركب ضرس رفيع او عرضه صغير جدا بالمقارنه للضروس اللي جنبيه. نقطه تانية برضو من مشاكل عدم التركيب، ان الضرس اللي هو فاضي ده مكانه سبحان الله في ظاهره ان بيحصل ما يسمى بنسميها في المصطلحات اللي عندنا في طب الاسنان بنسميها اوفر ايربشن. يعني الضرس اللي فوقه ربنا خالق السنان الفك العلوي والسفلي، السنان بتصطدم ببعض. عمليه الاصطدام ببعض ديت يعني بتخلي السنان دي ما تطلعش عن كده، يعني حافظه المسافه او حافظه العلاقه بينها. بيخليها ما تطلعش على ايه؟ يعني ما تنموش لفوق. بنسميها اوفر ايربشن، زي الطفل لما بيسنن ويطلع سنه، السنه دي لو ما لقيتش ضرس فوق يطلع قصادها يصدها هتفضل تطول حتى في الكبير. يعني الكبير ده لما بيخلع ضرس في النص، الضرس ما فيش ضرس قصاده، يفضل الضرس اللي قصاده يطول لغايه ما يصطدم باللثه اللي تحت مكان الضرس المخلوع. يجي المريض وهو بيقفل اسنانه على بعض يفضل الضرس يحك ويعمل له التهابات في اللثه ومالوش حل لانه هو يخلع بقى الضرس اللي قصاده. خوفتني كده يا دكتور هشام على الضرس المخلوع. لا، ده احنا بننبه الناس حضراتكم المشاهدين على اساس انه اي ضرس بيتخلع لازم يتعوض وما سيبوش فتره طويله عشان اعوضه. ده لازم. نرجع بقى لحضرتك لانواع التركيبات بقى. زي ما قلنا التركيبات اللي هي المتحركه، احنا قلنا المتحركه قد تكون كامله زي الطقم الكامل، قد تكون جزئيه. يعني ممكن اعوض مكان الضرس ده حضرتك بضرس صناعي وبيتركب بحاجه زي بنسميها كلاسبس او زي مشابك بتشبك على الاسنان. المشابك اللي هي الشغل القديم يعني بتبقى ستانلس ستيل. لا، دي حضرتك حاجه بتتشال وتتحط. يعني ممكن دي المريض المتحرك، احنا لسه بنتكلم في المتحرك. في المتحرك ممكن المريض حضرتك كل يوم مثلا او كده يروح فككها بطريقه معينه طبيب الاسنان بيعرفها له وتتغسل كويس وبتاع ويركبها مكانها، ما فيش فيها اي مشكله. الكلاسبس اللي هي المشابك اللي بتخليه يثبت على الاسنان الاماميه والخلفيه دي كانت زمان بتصنع من الستانلس ستيل. فالمريض يجي يقول والله ده لونها باين شويه مثلا، خاصه لو كانت قدام شويه في المنطقه الاماميه. دلوقتي بتعمل المشابك دي بلون الاسنان، ده كحل. في مريض بيرفض حضرتك ان هو يركب الحاجه المتحركه دي نفسيا. واحد يقول لك انا نفسيا مش عايز حاجه ثابته، عايز حاجه ما اقعدش افك فيها وقت ما احب افكها او الموضوع ده يعني. فيجي في البديل بقى